بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قانون الإيجار القديم وحكم المحكمة الدستورية والمالك والمستأجر ومجلس النواب. موضوع كده مهم جدا يهم الشعب المصري وكله بيسأل عليه، وإيه الوضع، وهل العقد الإيجار بتاعي هيطبق عليه زيادة ولا مش هيطبق؟ المستأجر إيه، أنا هيجيلي زيادة ولا مش هيجيلي زيادة؟ إيه قيمة الزيادة؟ قانون عمل بلبلة بين الناس، وحكم المحكمة الدستورية يعني رفع الحرج عن مجلس النواب والحكومة إن هم يتقدموا بمشروع عشان ينهوا هذه المشكلة. الملاك عايزين ينهوا المشكلة بتحرير العقود بتاعتهم من الظلم اللي وقع عليهم، إذا كانوا مستأجر، إذا كان مالك أصلي أو الورثة. أغلبهم المستأجرين أو الملاك القدام، يعني اللي هو 30 40 سنة 50 سنة هو مظلوم، توفى بسبب إن هو يمتلك، بسبب الملك دوت، لما لقى نفسه مش بياخد حاجة. ليه ورثة برضه تعبانين مش قادرين يعملوا حاجة وبيشحتوا. في ملاك يعني معاهم، في ناس بتشحت كتير جدا من الملاك ومش لاقيين حتة يناموا فيها، وعندهم عماير، وعندهم متأجرة ب4 جنيه، وعندهم عماير فيها شقق مقفولة ومغلقة ما يقدروش يجوا جنبيها. طيب، الدولة عايزة تحل المشكلة. المستأجرين اللي هم المستفيدين من القانون وبيستغلوا القانون، غير المستأجرين اللي قلنا ناس كويسة وعايزة تحل المشكلة، وبعض منهم راح يحل مع الملاك ويصحح وضعه تفاديا لحكم المحكمة مثلا اللي حكم المحكمة الدستورية والقانون اللي هيطلع جديد. فناس بدأت تحل، ناس محترمة. مستأجرين بقى اللي عايشين ببلاش وعايزين يكملوا ببلاش ومش عايزين يطلعوا على الشغل، يقول لك على جثثنا ومش حد يقدر يشققنا، واحنا اللي دفعنا خلوات، واحنا اللي دفعنا كذا، هو الملك خد ايه، الدوله دعمته بحديد واسمنت وهو عقد شريعه المتعاقدين، حاجات يعني ملهاش. انا دخلت عشان اشوف ليهم حق اتكلم عليه، ما لقيتش ليهم حق في اي حاجه غير ان هم عايزين يقعدوا ببلاش. قانون خلاهم ان هم يفتكروا نفسهم هم الملاك. اما يجي لي واحد يقول لي انا عايز ابيع الشقه، اقول له هتبيعها ليه؟ قال لي اصل ابويا كان مأجرها. طب ما هي مش ملكك. اما تيجي واحد تقول لي ده ورث ابويا، ابوك ورث ايه؟ الورث ده تمليك، ده انت حق انتفاع. فالقانون اداهم وامتداد الفتره الزمنيه وهم قاعدين بايجار معين، وساعات ما الملاك ما خدوش منهم مش عايزين والايجار متدني، فبيحرج نفسه ويرموهم في المحكمة. مفيش حد بيجيبهم لما يكون إيجار شقة 100 متر أو 120 متر أو 4 جنيه و3 جنيه و5 جنيه، إيجارها 60 سنة، 60 جنيه في السنة، هيعمل بيها إيه؟ لما يكون عمارة بتجيب 200 جنيه أو 120 أو 180، وهو ينزل عشان ياخد تاكسي أو ياخد مواصلات أو كذا ويصرف، يقول لك لا مش عايزهم. وده اللي كان بيحصل، فهم افتكروا نفسهم ملاك. قانون اداهم وضع معين، قانون قضى على الملاك، قانون قديم فادى الملاك يعني قوة وضعف، يعني قوة للمستأجر وضعف للمالك. ففكروا نفسيهم هم الملاك واتصرفوا بهذا المنوال. بحكم المحكمة الدستورية ما ناموش وصحيوا وقالوا، كانوا نايمين بقالهم 40 سنة، وقال لك لا، هو ملوش حق. مش يقولوا مثلا لا نشوف الأجرة قد إيه زي بعض من الناس ما قالوا، قال لك لا ملوش حق، والدولة مش هتقدر، واحنا على جثثنا، واحنا مش هنسيب شققنا. قلت لهم لا، لو القانون طلع هيتنفذ على الكبير والصغير. طلعت خفافيش الظلام وطلعوا المسؤولين الكبار القدام والجداد اللي واخدين على النيل وكده اهو، ما هيتنفذ عليهم القانون. فطلعوا بيحاربوا بمؤتمرات وندوات، وياخدوا شخصية الملاك ويتكلموا في الإعلام ويقولوا ازاي نحل المشكلة. نحل مشكلة ايه إذا كان انت المشكلة؟ انت المشكلة. المشكلة بين حكومة ومجلس النواب ومالك. لأ، طلعوا هم وعملوا ندوات ونقابات ما لهاش أي علاقة بالقانون، وتعمل ندوات
ما هو المقصود بيها اللي بيعملوا الندوات دولت هم المستفيدين من قانون الإيجار القديم، ومش عايزينه يطبق وعايزينه يمدوه، ويقول لك مش هينزل، مش هيتطبق غير بعد 10 سنين ولا 10 سنين، والدولة مش هتقدر تعمل حاجة، والحكومة والمجلس النواب مش هيعمل حاجة، وبيكسروا مقاديف الناس. بيقول لهم لا، كل حاجة هتتعمل. شقق سكنية ومحلات، والشقق المغلقة هتتاخد والمحلات هتتاخد في فترة انتقالية 6 أشهر إن شاء الله أو سنة. المحلات الناس طالبة كده. ده اداهم الحق ان يقول لك ايه، احنا قوة، احنا 37 مليون، احنا كلمتنا واحدة. ده مين؟ المستأجرين. اتحدوا على الظلم والعدوان واخذ حق الناس بدون وجه حق، زي ما بيقولوا بياكلوا السحت. ده انا بتكلم عن بعض المستأجرين اللي هم مصممين مش عايزين الموضوع يتحل وعايزين يعيشوا ببلاش. بيقولوا ايه؟ هم بيقولوا عن نفسهم جميع المستأجرين كلمتهم واحدة، وكلهم كلمة واحدة، يعني كلهم يد واحدة وكلمة واحدة في الظلم والطغيان. بقول لهم لأ، إن شاء الله القانون هيتطبق. إحنا كنا عايزين ننهي القانون دوت ويتطبق قانون موحد. إحنا عارفين الحمد لله البلد في خير وسلام، وهيتطبق القانون. واللي بيقول بعد 10 سنين، لأ، هيتطبق القانون أقل من 10 سنين، وهيتطبق. سواء تقول لي بقى إيه ده، الحال السلم والأمن والاجتماع والظروف الاقتصادية، هيتطبق. إحنا ظروفنا الحمد لله في خير، ومفيش حاجة هتعطلنا. بقول للملاك الكلام ده كله ما يأثرش فيكم، قولوا معاناتكم وقولوا اقتراحاتكم. احنا عايزين زيادة القيمة الإيجارية بسعر السوق، بسعر اليوم. ما تقولوش بقى الربع، عشان كده كده انت هتقولوا بسعر السوق، هم هينزلوا لكم شوية. احنا عايزين بسعر السوق، شقق سكنية ومحلات أو وحدات تجارية. إن شاء الله إن شاء الله مكملين ومستمرين معكم إلى أن يصدر هذا القانون. وشكرا.